مش كل حاجة مكلفة راهي بنينة، حتى الحاجة البسيطة السهلة راهي تكون بنينة. الفايدة انك تعرف تحط المقادير متاعك وتعرف كيفاش تكون المكونات متجانسة مع بعضها. الحاجات هذوما انا نحب نفيدكم بيهم لاني انا نستعمل فيهم في المطبخ متاعي، حاجات غير مكلفة وبنينة في نفس الوقت. السلام عليكم صديقات، اليوم جيتكم بسكوي نشربوا به القهوة، نعملوا به كاس عصير في سهرة سيدي رمضان. حاجة بنينة وسهلة كعب عظم واحدة. عملنا الكمية اللي تشوفوا فيها هذه حكاية ممكن 300 جرام هكاك ما أكثرش. تابعوا الفيديو للآخر إن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله ينال رضاكم. طبيعة الحال إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة، هذا فضلا وليس أمرا. قبل ما نبدو أي فيديو صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأ على بركة الله في الوصفة. عندي كعب عظم، عليها كاس إلا ربع كاس الشاي الأخضر هذايا، إلا ربع سكر، ساشي سكر فاني. لهنا بعد ما حركت الخليط نتاع السكر والسكر فاني والبيض وخليتهم يتجانسوا مع بعضهم، جبت كاس إلا ربع زيت، نفس الكاس اللي كيلت به السكر. اللي يحب يعوض الزبدة عنده حرية الاختيار، أو سكر أو زيت نباتي حر. بالنسبة لي أنا عملت زيت زيتونة. هنا جبت مغرفة قهوة، من القهوة قهوة الززوة العادية هذيك نوريكم فيها مغرفة القهوة صغيرة يعني. وبالنسبة لي أنا عملت القهوة اللي حضرتها معاكم في سيدي رمضان، تحضيرات سيدي رمضان. وهنا اللي يحب يعمل قهوة سريعة الذوبان أو أي قهوة عنده، المهم يدخل نكهة القهوة في البسكوي. هنا جبت فرينة مقربلة، تعرفوا حجم البيض ونوعية الفرين هي اللي باش تخليكم تقدروا كمية الفرينة، عينك ميزانك. هنا باش نعمل بإيدي كما تعرفوا العجينة لازمها تتلم باليدين. هنا بقيت نلم بشوية بشوية ونزيد بمغرفة القهوة، تو تشوفوها في الفيديو باش ما تغلبنيش العجينة، بحكم هي بيضة واحدة وعجينتي ما نحبهاش تجيني ناشفة، فهمتوني. بقيت نزيد بالمغرفة متاع القهوة ونحرك بشوية بشوية حتى لين تلمت لي العجينة وكانت متماسكة ورطبة وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليدين. حبيت نعطيكم التعليمات هذه باش تنجموا كيف تخدموا البسكوي هذا تاخدوا فكرة كاملة. فما حاجات ما تتشافش راهي في الفيديو تتحس. هنا جبت ساشي نتاع خميرة جاتو، ساشي 10 جرامات. فبقيت نلم في العجينة كما هكا هي والخميرة حتى لين تجانسولي مع بعض بشوية بشوية. راني نلم مانيش نعجن، ردوا بالكم تعجنوها. هنا بعد ما لميتها ها هي صيي باش نبدو تو نشكلوا في العجينة متاعنا. العجينة متاعي تكون متماسكة كما هكا. ها هاي نحطها على جنب ونجيبوا البلاتو والطابع. جبت البلاتو عملت فيه ورق الزبدة نحطه على جنب ونبدا نخدم. عندي هنا الفرينة باش نحط فيها الطابع، اي طابع عندك. انا هذا الطابع اللي عندي نتاع بسكوي باش نحطه هكا. هزيت جزء صغير ونغطي الباقي ساشي هكا باش ما يشحليش، ونبسط هذايا لا هي خشينة ولا هي رجوة يتعلق. لا هي خشينة لدرجة ان تجيني الباط نتاعي يعني الطبقة خشينة، ولا هي رهيفة لدرجة انها تتحرق لي العجينة. نعمل طابع في الفرينة ونبسط بطريقة متساوية ونحط. هذا هو الشكل نتاع البسكوي نتاعنا. نهزو كل كعيبة نخدمها نحطها في البلاتو. كمل معاكم نهزو جزء آخر
نقرب لكم الصورة تشوفوا الشكل. نهزوه بالسايسة ونحطوه في البلاطو. نقرب لكم الصورة على الاخر باش تشوفوه. نكمل الكعبات نتاعي الكل بنفس الطريقة ونرجع لكم ان شاء الله. عملية سهلة بسيطة ما فيها حد شيء. قال الطريف هذا شوفوا واش نعمل بيه. حطينا الفور يسخن، نمشي تو نحطو البسكوت نتاعنا يطيب، هو يطيب وانا نرجع لكم ان شاء الله. شوف ان شاء الله البسكوت نتاعنا حضر. باش نقرب لكم الصورة تشوفوه عن قرب. ها هو شوف، باش نسمعكم الصوت التقرميش نتاعو قبل ما نختم الفيديو. هذاك الصوت التقرميش نتاع البسكويت. ان شاء الله وصفتي لليوم تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. وما بقالي ما نقولكم الا دمتم في رعاية الله وحفظه.